وهنا بقى حان وقت تنظيف، ودي كده الفوط اللي انا بنضف بيها. عايزه اقول لك بجيب طبق بلاستيك او علبه بلاستيكه اي حاجه موجوده عندي، وببدا اجيب فيها شويه ميه، يا اما بشويه مسحوق صغننين يا بشويه معتر. انا في المره دي استخدمت معتر اللي هو كنت جايباه معاكم في المشتريات، اللي هو اسمه سيكريت جرين. ما شاء الله ريحته حلوه قوي. المهم ان انا حطيت معايا غطا واحد صغنن من بتاع الازازه بتاعه المعتر على حوالي 3 لتر ميه، وبدات بقى بالفوطه ان انا ابلها بعصرها جامد على قد ما بقدر، وابدا بقى امسح بيها الاتربه دي كلها. انا كنت في الاول بجيب المكنسه وبقعد اشفط التراب وبعد كده امسح، لقيتها غلبه وهدت حيل. لقيت ان الفوطه المنديه ميه بتلم التراب الناعمه، لان الترابه دي ناعمه قوي، بتلم التراب الناعمه بسرعه واسهل، وفي نفس الوقت يعني بتنجز معايا. فهي بتبقى مره واحده كده يعني بلف على المكان كله بالفوطه المنديه ديت، وبعد كده بروح غسلها حلوه قوي 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 بعد ما بلم التراب كله بيها، وبعيد على الحاجه دي سريعا سريعا كده، مش بشيل الحاجه من اماكنها تاني. عايزه اقول لك بقى هنا الكراتين انا مبستراها كده زي ما انتم شايفين. طبعا الكراتين الخفيفه شلتها عادي وبدات ان انا امسح مكانها وامسح الرف بتاعها، انما الكراتين التقيله اللي في النص بصراحه لا، ما شلتهاش وما جيتش جنبها، بقيت ازحزحها كده يمين وشمال وانضف كده من حواليها، ما شلتهاش خالص لان بصراحه تقيله وبخاف اشيلها كتير وافضل اشيل واحط فيها البلاستر مع الوقت يضعف والحاجه لا قدر الله تتكسر مني. وبقت الحاجه اسعارها ما يعلم بيها الا ربنا. عايزين نحافظ على حاجتنا، انا لميتها اصلا عشان احافظ عليها من التكسير، ما تجيش بقى وانا بنضف اكسرها. فالمهم يا بنات بقيت كده عماله اشيل الكراتين الصغنونه دي، خفيفه وسهله تتشال يعني مش هتبقى صعبه عليا في شيلها. وبقيت امسك رف كده والجناب بتاعته والستاند بتاعه اللي هي بيتحط عليها الرف، ومسكت الاتربه بقى دي كلها بصراحه. لا يعني هي ما خدتش معايا وقت، بس اللي هو انجزت فيها ولميتها. الكلام ده مثلا بيتعمل كل 4 شهور كل 3 شهور، بصراحه مش بعمله على طول، يمكن اطول عن كده عادي ما فيش مشكله. زي ما قلت لكم الاوضه دي احنا مش بنقعد فيها ولا اي حاجه، هو بس لما بجيب فيها دوره فراخ بحطها فيها، واكتر من كده لا، بنخش ونخرج ناخد خزيننا منها. وبعد كده الاوضه دي ما بيبقاش فيها قواعد ولا اي حاجه، بتبقى مقفوله على الحاجات والخزين والعوازل اللي فيها كلها. عايزه اقول لك دي كده شاشه الكمبيوتر بتاعتي، كان برضو ولادي دشموا لها، كان بيلعبوا كوره كفر وكسروها جابوها 3 حتت. طبعا الباغ بتاعها كله انا رميته عشان اتكسر، بقى معايا بس كده البورده بتاعتها والشاشه ذات نفسها سايباها لعل وعسى الاقي حد بتاع صيانه محترم يعرف يعملها لي، لان حرام ارميها بصراحه. انما الباغه بتاعتها اللي حواليها كلها لا اترمت، لان كنت جايباها شاشه سامسونج جميله قوي تاتش ما شاء الله. وصلنا ونضفنا وزحزحنا الدنيا ولمينا التراب. بس انا عايزه اقول لكم الرف يعني الضرفتين دول بس اللي عملتهم، الضرف اللي في النص واللي على الجنب، انما الثالثه بصوا هتشوفوا دلوقتي لا ما عملتهاش، لاني انا يعني شلت فيها كل الحاجات اللي هي عايزه تتنضف، وهبدا اعملها في يوم تاني اكون برده فاضيه فيه نص ساعه كده ولا حاجه، ابدا اخش اعملها فيه. وفي نفس الوقت بتبقى الاوضه معايا مش متركبه على طول، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معايا وقت في تنظيفاتها، وفوطه كده سريعا بعد عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم قولوا لي اشارك معاكم تنظيفات الاوضه دي وانا بعملها كل فتره، ولا ربنا يعيني على اللي انا فيه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه يا امارات.